دلالة الأسماء فيلم الفلوس والوحوش. البطل في الفيلم اسمه آدم، ورسم شخصية آدم في العمل عبارة عن شخصية عندها مبادئ. وآدم شخص أمين وراضي جدا بعيشته رغم فقره، وعمره ما بص لعيشة غيره. وطبعا دلالة اسمه واضحة ومباشرة جدا، وهي نسبة لسيدنا آدم عليه السلام، وإشارة إن ربنا خلق الإنسان أصلا بفطرته راضي وعنده مبدأ وقناعة. ونيجي للشخصية النقيضة لآدم في الفيلم، وهي شخصية مراته اللي على عكسه تماما، شخصية طماعة وعايز تطلع من المستوى المادي البسيط اللي هم عايشين فيه بأي طريقة، حتى لو كانت طريقة غير مشروعة، زي النصب أو السرقة أو الرشوة. وحتى لما سببت لجوزها في أذى في شغله وفي حياته عموما، ما تراجعتش على اللي عملته ولا قررت تصارح آدم بأنها هي السبب رغم تأنيب ضميرها. وبنشوف في المشهد اللي بيوصل فيه آدم لمرحلة يأس لأنه خسر كتير في حياته بسبب مبادئه، وبيروح لمراته بيقول لها إن كان عندها حق والمفروض الإنسان يستخدم أي طريقة حتى لو كان غير مشروع عشان حياته تبقى أحسن. بنشوف في المشهد ده فرحة مراته بيه بسبب إنه اتغير وتخلى عن مبادئه. وشخصية مراته بيبقى اسمها حياة، إشارة للحياة اللي كلها مغريات ودايما بتطمعنا فيها عشان نعيش حياة أجمل وأحسن، ونحقق كل اللي نفسنا فيه عن طريق كسب المال، حتى لو هنكسبه بطرق إحنا مش راضيين عنها بفطرتنا أو ضد مبادئنا.